يا هلا بالعوده، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا طلبتوا مني كتير جدا ان انا اعمل فيديوهات او نصايح لثالثه اعدادي، ولكن انا النهارده قررت ان انا اقدم حاجه جميله جدا ليكم وهتفيدكم كتير جدا في خلال السنه دي، وهي ازاي تطلع الاول على المدرسه بتاعتك او ازاي تطلع من الاوائل في ثالثه اعدادي، حتى لو كان مستواك ضعيف وحتى لو كنت مش من الناس اللي هي بتذاكر على طول وما كانش بتذاكر قبل كده. ففي الفيديو ده باذن الله كملوا الفيديو ده للاخر، هتعرفوا ازاي تطلعوا من الاوائل وازاي تذاكروا كل المواد، وازاي لو حاجه واقفه عليكم يكون عندكم اصرار وان انتوا تبداوا تبحثوا عن حاجات، او الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو ده هتخليكم باذن الله تقفلوا كل المواد او تجيبوا درجات عاليه في كل المواد وكمان تجيبوا مجموع عالي. فكملوا الفيديو ده للاخر، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش كومنتاتكم الجميله عشان برد على كل الكومنتات وبحب كومنتاتكم جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنتكلم فيها في الفيديو ده النهارده وهي الخمس مواد اللي عندنا وازاي نذاكر الخمس مواد. هنتكلم عن مذاكره الخمس مواد، والخمس مواد دول اللي هم العربي والانجليزي والرياضه والعلوم والدراسات. طبعا كل ماده لها طريقه مذاكره معينه ولها حل معين او ليها طرق مذاكره معينه، وازاي اصلا تعلي مستواك في المواد دي هكلمك عن كل ماده بالتفصيل. طبعا اول ماده معانا وهي ماده العربي. العربي زي ما احنا عارفين بينقسم لحاجتين، جزء له حفظ والجزء النظري، والجزء التاني اللي هو النحو والجزء اللي هو بيحتاج ايه انك تفهم وان انت تطبق كتير عليه. هنتكلم اول حاجه على الجزء الشرح اللي هو الايه النصوص والقراءه. النصوص والقراءه يا جماعه محتاجه ان احنا نحفظها اكيد، فالناس اللي عندها مشكله في الحفظ تركز معايا. ازاي انك تحفظ درس كامل؟ اول حاجه هقولك عليها هو انك تبدا تفتح الكتاب وتبدا تحدد الدرس اللي انت عاوز تحفظه. اول حاجه هتقرا الدرس ده قراءه بطيئه جدا، وان انت تحاول تستوعب بحيث ان انت تحاول تستوعب كل حاجه في الدرس ده وكل الحاجات اللي انت المفروض تركز عليها وكل الحاجات اللي ممكن تحس انها تتكرر في الاسئله وانها مهمه في الدرس ده. تبدا تقرا الدرس قراءه بطيئه جدا، ممكن ياخد منك القراءه دي ممكن تقراه في 5 دقائق او 6 دقائق على الاقل يعني. وبعدين تبدا تقسم الدرس ده كل درس او كل جزئيه لجزئيه بحيث ان انت تمسك كل جزئيه من دول او كل صفحه من دول تذاكرها او تتمعن فيها كده وتبدا تحفظها على طول. يعني ايه يا جماعه؟ يعني مثلا الدرس ده 5 صفح، تمام؟ هبدا ان انا اقسم ال5 صفح دول لكل جزئيه او كل صفحه من الصفح دي هقسمها تكون معايا صفحه واحده، وان انا اقعد اذاكر واركز على الصفحه دي لمده مثلا 10 دقائق او نص ساعه على حسب مده استيعابي، وعلى حسب كمان ان انا بفهم ازاي او بحفظ بانهي طريقه. ممكن الجزئيه او الصفحه تاخد منك حفظ 5 دقائق او 10 دقائق او حتى نص ساعه. ما تستعجلش او خليك صبور على نفسك كده لحد ما تحفظ. وطبعا كل واحد له مده او له طاقه او له كمان مده او نسبه استيعابه او سرعه فهمه او سرعه حفظه مش زي اي حد تاني. كلنا طبعا بنختلف على بعض، فخليك دايما صبور وخليك دايما واخد كده مع نفسك ان الصفحه عادي ممكن تاخد معايا ساعه والدرس ممكن ياخد معايا ساعتين. المهم ان انا احفظه كويس، والمهم ان انا لما اجي في الاخر اسال نفسي اسئله او ان انا اجي احل التدريبات اللي موجوده على الدرس اعرف احل كويس. فدي حاجه مهمه ان انت تخلي بالك منها. عادي ان انا اخد وقت كبير في الحفظ، بس المهم ان انا اعرف احل كويس في الاخر او ان انا اكون ذاكرت الدرس ده بطريقه احسن. تاني جزء معانا وهو النحو. طبعا النحو يا جماعه لازم يتذاكر على طول بعد ما تسمع له شرح من على اليوتيوب او شرح من المستر اللي معاك في الدرس. يعني ايه لازم يتذاكر على طول بعد ما تفهمه؟ لان النحو مستحيل تذاكره كده من غير ما تفهم، عشان لازم تفهم وبعدين تطبق على طول. والنحو بيتذاكر بالامثله. يعني ايه؟ يعني لازم اذاكر القاعده والامثله بتاعتي تحتها. يعني ما اذاكرش القاعده كده وخلاص، لا، لازم يكون معايا مثال او مثالين من المستر عطوهم لي، لازم ابدا على طول اذاكر الامثله دي وان انا احل على الامثله اللي معايا الاول، الامثله المحلوله. وبعد كده ابدا على طول ان انا اذاكر او احل في امثله تانية او اطبق اللي انا فهمته من القاعده دي على امثله تانية. طبعا اول حاجه لازم تفهم القاعده، تاني حاجه لازم تحفظ القاعده دي كويس قوي، لازم تفهمها وتحفظها كويس قوي، وبعدين ترجع تاني تحل تدريبات الدرس. ولو وقف معاك حاجه في النحو، طبعا الناس اللي بتقول ان النحو صعب معاها، لازم لو وقف معاكوا حاجه ترجعوا تاني للقاعده وترجعوا تذاكروا القاعده او تفهموها تاني، لان بيبقى عندكم اكيد مشكله في الفهم، تمام؟ مشكله في انك تفهم القاعده او فهمت حاجه غلط، فانت لازم ترجع تاني تراجع الجزئيه دي. وبتلاقي بقى مع الحل الكتير ومع الممارسه الكتير ومع ان انت تحل تدريبات وقطع كتير جدا، التدريبات والقطع الكتير بتخليك ان انت تفهم او ان انت تعرف ان انت تثبت المعلومات اللي انت حفظتها قبل كده. بس ده بالنسبه للنحو وبالنسبه للعربي. نيجي بقى لتاني ماده معانا وهي الرياضه. الرياضه طبعا يا جماعه في ناس كتير جدا عندها مشكله مع الرياضه. طبعا الرياضه زي ما احنا عارفين ماده فهم، ما فيهاش حفظ، يعني انت لازم تفهم وبعدين تحفظ القاعده او القانون وبعدين تبدا تحل على طول. طبعا الرياضه فيها حاجتين، الجبر والهندسه.
وهندسه، وده بيبقى له امتحان وده بيبقى له امتحان. ولازم طبعا تذاكر الرياضه سواء جبر او هندسه عشان تقفل او تجيب درجه عاليه فيها وما تنقصش كتير جدا، لان الرياضه في ثالثه اعدادي مش صعبه. الرياضه مش صعبه، يعني انت لو ذاكرت رياضه كويس هتجيب درجه عاليه جدا فيها وسهل ان انت تقفلها. وطبعا هقول لك ازاي تعمل كده. اول حاجه في الرياضه لازم تفهم الدرس كويس جدا، اهم حاجه تفهم الدرس. مفيش حاجه اسمها ان انا ذاكرت كده، لا، افهم الدرس ده وكل الحاجات اللي بتيجي وكل التريكات اللي بتيجي في الدرس. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح اسمع الشرح بس وخلاص، لازم اتاكد ان انا بفهم من المدرس اللي معايا. المدرس ده ما بيشرحش درس الا لما انا بفهمه. طب لو انا ما فهمتش اروح اتكلم مع المدرس واخليه انه يعيد الجزئيه دي تاني او يعيد شرح الدرس ده من تاني. لو المدرس متفاهم هيعيد الشرح من تاني وهيفهمك اكتر من مره. طب لو انت ما فهمتش او اللي انت ما تفهمتش مع المدرس ده والمدرس ده طلع مش بيفهمك كويس، سيب المدرس على طول وروح شوف مدرس تاني، لان المدرس عليه جزء كبير جدا من فهمك في الرياضه. لان طبعا الرياضه زي ما قلت لك لو ما فهمتش مش هتعرف تحل. سيبك من المذاكره، انت اول حاجه لازم تفهم الدرس كويس وبعدين تبدا على طول ان انت تذاكر الدرس ده بالقوانين بتاعته. بعد كده يجي دور الحل ان انت لازم تحل كويس جدا. ده الثلاث حاجات اللي موجودين في الرياضه. لازم تفهم، بعدين تذاكر القاعده كويس جدا جدا وتذاكر الدرس اكتر من مره وتذاكره ساعه وساعتين عادي لحد ما تفهم ولحد ما مستواك يعلى. مش مشكله الوقت خالص، المهم ان انت تفهم ومستواك يعلى. تالت حاجه بقى الحل. الحل يا جماعه عليه جزء كبير جدا من تثبيت المعلومه. لو انت مش بتعرف تحل بعد ده كله، يعني انت لو انت فاهم ومش بتعرف تحل يبقى انت كده ضيعت جزء كبير جدا من الدرجات بتاعتك. لازم تعرف تحل عشان الحل هو اللي بيضمن لك انك تجيب مجموع عالي في الماده دي. اي ماده سواء رياضه او فيزياء او كيمياء او اي ماده بعد كده هتدرسها لازم تحل كويس جدا فيها. فالحل مهم جدا، ده بالنسبه للرياضه. تالت ماده معانا وهي الانجليزي. طبعا الانجليزي ما هو الا كلمات وما هو الا لغه، فانت لازم تعرف ان انت تحفظ كلمات كتير جدا جدا في الانجليزي، ولازم تعرف ان انت تفهم الجرامر بتاعه كويس جدا، لان الجرامر بيبقى تراكمي بعد كده ويفيدك بعد كده في ثانوي. فانت لازم تحفظ كلمات كتير وتركز على الجرامر. الجرامر يا جماعه لو انتوا مش بتحلوا فيه لازم اول حاجه تجيبوا الشرح من على اليوتيوب او من شرح المستر اللي انتوا معاه، وبعدين تبداوا على طول ان انتوا تلخصوا القاعده بايديكم، تلخصوا القاعده بامثله كمان زيه زي النحو بالظبط، وتبداوا ان انتوا تحفظوا وتبداوا ان انتوا بعد كده تشوفوا امثله غير محلوله وتبداوا ان انتوا تحلوا على الدرس او على الجرامر او على الحاجه اللي انتوا بتذاكروها في الجرامر. بعد كده تيجوا على الكلمات، لازم تحفظوا كلمات كتيره جدا سواء بقى من كتاب خارجي او الكتاب اللي معاك دلوقتي. فانت تحفظ كلمات كتير، اي كلمه تقابلك احفظها واي جمله تقابلك احفظها، هتفيدك بعد كده في كتابه الباراجراف وهتفيدك بعد كده في حل الاختياري، لان الانجليزي طبعا بيجي فيه اختياري فده هيفيدك كتير جدا. طبعا الباراجراف بناء على الحاجات اللي انت بتفهمها والحاجات اللي انت عايز تكتبها. فالباراجراف مش عايزاه يكون سؤال صعب بالنسبه لكم، عاوزاكم مثلا في الباراجراف تكونوا انتوا بتعرفوا تحفظوا كلمات وجمل، فانتوا تكتبوا في اي موضوع سواء بقى عن الرياضه سواء عن الصحه سواء عن المستشفيات سواء عن الدكاتره او عن اي حاجه تجيلكم تعرفوا على طول ان انتوا تحلوا عنها. ازاي؟ بالممارسه والحفظ الكلمات الكتير، اي كلمه تقابلك تحفظها. طب ازاي احفظ الكلمات؟ اول حاجه تعرف تنطق الكلمه دي كويس، وبعدين تمسك ورقه وقلم وما تسيبش الورقه والقلم كده من ايدك لما تكون الكلمه دي خلاص اتحفظت، وتسمعها لنفسك، يعني تخبي بعدين تبدا على طول تكتب الكلمه، تقراها كذا مره بصوت عالي وبعدين تكتبها وبعدين تخبي وبعدين تسمع الكلمه لنفسك وبعدين تكتب الكلمات كلها اللي انت حفظتها كده صف ورا بعضه كده بالعربي، وبعدين تبدا تسمعهم لنفسك كانك في درس بالظبط. هتروح الدرس هتلاقيك حافظ الكلمات دي ومسمعها يعني زي اسمك، مفيش حاجه هتنقص ولا حرف هينقص. ليه؟ لانك مسمع مع نفسك قبل كده ومش محتاج ان انت حتى تروح الدرس تسمع، هتبقى انت انت اللي مسمع في بيتك وعارف انت حافظ الكلمات دي ولا لا. الجرامر برده زي ما انا قلت لكم لازم تحفظوه كتير جدا او لازم تحلوا عليه كتير جدا ولازم تذاكروه وتفهموه، لان الجرامر برده هيساعدكم في ان انتوا تعرفوا الازمنه بتاعه الجمل وازمنه الباراجراف اللي انتوا بتتكلموا فيه، وهيبقى مفيد جدا ليكم في المواضيع دي. فلازم دايما تشوفوا شرح كتير وتشوفوا اكتر من شرح لحد ما تفهموا الدرس اللي قدامكم، وبعدين تحلوا عليه كتير جدا لانه هيفرق معاكم يعني في ان انتوا تقفلوا الانجليزي. فالجرامر مهم جدا وما هنستهترش بحاجه، يعني مثلا مش بفهم الجرامر فما اروحش بقى ان انا اطنشه طول السنه او اطنش الباراجراف طول السنه، ده هيجي يحط عليا في الامتحان او هيجي انه ينقص من درجاتي. حتى لو انا بحاول فيه هيفيدني شويه او هيجيب شويه درجات في الامتحان، هعرف ان انا اكتب فيه مش هتزنق ومش هعرف احل. تمام؟ فدي اهم حاجه طول السنه ان انت تخلي بالك من الباراجراف والجرامر والكلام ده. ولازم تبداوا ان انتوا بقى كل درس او كل وحده تاخدوها في الانجليزي تبداوا على طول في الانجليزي تبداوا تحفظوا الباراجراف اللي موجود في قلب الوحده دي، او الوحده دي مثلا بتتكلم عن الرياضه، او ما انا جايبه الموضوع بتاع الرياضه اللي في قلب الوحده واقعد احفظ منه جمل، اقعد احفظ منه جمل واتدرب ان انا اكتب باراجراف عشان اخر السنه او ايام الامتحانات اما اجي اراجع يكون معايا كده ان انا عارفه شويه باراجرافات او ان انا مذاكراهم قبل كده، فابدا ان انا اذاكرهم من تاني وان انا ابدا اراجع عليهم عشان في الامتحان ممكن يجي لي واحد منهم.
انت تعرف انت هيجيلك ايه، ممكن يجيلك منهم عادي جدا. فهيفيدك جدا جدا صدقني لو انت عملت الحركه دي وبدات ان انت تحفظ الباراجرافات اللي موجوده عندك في كل وحده، ده هيفرق في مستواك جدا جدا. دي بقى الرابع ماده معانا وهي العلوم. طبعا العلوم بيبقى فيه احيانا جزء من الكيمياء وجزء من الفيزياء. طبعا الكيمياء اللي هي المعادلات، في ناس كتير معاها مشكله في المعادلات. المشكله دي لازم تتحل بان انت تحفظ المعادلات، يعني تجيب كده كل الوحده اللي عندك وتجيب المعادلات اللي عندك كلها كده في صفحه وتبدا على طول تحفظهم. طب احفظ المعادله ازاي؟ اول حاجه اهم حاجه عندنا في المعادله هي وزن المعادله. المعادله دي لازم تكون موزونه، لان بدون وزن المعادله كده غلط، فاهمني؟ فعشان كده لازم تحفظوا المعادله صح، تكتبوا المعادله كلها وتشوفوا المعادله بتاعتكم الناتج ايه والتفاعل بتاعها وهيبقى ازاي والمعطيات بتكون ازاي والنواتج بتكون ايه. فاهم حاجه تحفظوا المعطيات وبعدين تحفظوا النواتج والمركبات بالظبط، تحفظوا كل الصيغ الكيميائيه بتاعه المركبات. لو انتوا حافظين الصيغ الكيميائيه بتاعه المركبات هتعرفوا تعملوا اي معادله، لان كل واحد بيبقى حافظ ايه التكافؤات بتاعه العناصر. فلو انتوا حافظ التكافؤات دي هتعرفوا تحلوا في المعادلات كويس جدا. فركزوا على التكافؤات وركزوا على المعادلات. تحفظوا المعادله ازاي؟ ان انتوا تكتبوا المعادله صح الاول وتفهموها وتحفظوها الاول كده في دماغكم وتقراوها بصوت عالي، وبعدين تبداوا تكتبوا المعادله دي اكتر من مره. يعني ايه؟ يعني تبداوا تكتبوا المعادله دي 500 مره لحد ما تحفظوها عادي جدا. في معادلات اصعب من اللي عندك دي بكتير وبكره تقابلها في ثانوي. وتحفظوا كمان تكافؤات العناصر عشان لما تروحوا الثانوي تكونوا متاسسين في الحاجات دي، ودي طبعا هتفيدكم في ان انتوا تحفظوا المعادلات كويس جدا. واحفظوا الكلام اللي انا بقوله ده عشان تطبقوه، لان ده اللي هيخليكم تقفلوا المواد كلها، وخاصه العلوم زي ما انا بقول لكم كده. الحاجات اللي انا بقولها لك في كل ماده دي هي اللي هتخليك تذاكر الماده دي صح وتفهم الماده عاوزه منك ايه. تمام. نيجي بقى للجزء النظري اللي في العلوم، يعني الجزء اللي بيحتاج حفظ. الجزء ده بيبقى جاي كده نظري، يعني ممكن تلاقيه اصلا متكرر في كذا محافظه قبل كده. يعني انت لو حفظت المحافظات كده وحفظت اسئلتهم باجوبتهم هتعرف تحل. فانا عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تحفظوا الوحدات دي كده زي اسمكم. يعني مثلا الاسئله بتبقى ازاي؟ سؤال وجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب. يعني تجيب الدرس كده تحفظ السؤال والجواب بتاعه، ما تطلعش من الدرس ده غير وانت عارف تحل عليه. ماشي؟ طبعا اسئله اكمل، اسئله تختار، اسئله علل، اسئله تفسر، الحاجات دي كلها تبقى انت عارف تحل فيها كويس جدا عشان بعد كده في اخر السنه تبقى عارف هتذاكر ازاي. فده بالنسبه للعلوم. نيجي بقى الخامس ماده معانا والماده الاخيره وهي الدراسات. الدراسات طبعا ماده حفظ، هي ماده حفظ وش كده، بس لازم برضو تفهم الدرس وتربطه ببعضه وتربط الاحداث ببعضها، وبعدين تبدا على طول ان انت تخلي الاحداث ترتبها كده وتقسمها جزئيات زي ما انا قلت لكم، وبعدين تبدا تحفظها جزئيه جزئيه وتسمع لنفسك جزئيه جزئيه لحد ما توصل لاخر الدرس. فسواء جغرافيا او تاريخ لازم تحفظ، لازم تحفظ كويس جدا. وبعد كده لما انت تيجي تراجع او تذاكر الدرس الجديد لازم تراجع الدرس القديم، يعني قراءه سريعه كده اجوبه واسئله، او ان انت تعمل سؤال وجواب كده وتقرا الدرس اللي انت قراته قبل كده او ذاكرته قبل كده قراءه سريعه او مذاكره سريعه كده عشان ما تنساش كل حاجه. وبعدين لازم تحل كتير جدا. الاسئله اللي ورا الدرس دي هي الدرس كله، يعني بيبقى جايب لك اسئله على كل جزئيه في الدرس وكل الاسئله اللي بتبقى متكرره قبل كده في الامتحانات. فالدراسات سهل جدا ان انت تقفله، اكيد هتقفلوه. فلازم الناس اللي عندها مشكله في الحفظ تبدا تحل المشكله دي عشان تقفل الدراسات، عشان هيبقى عيب لو انتم نقصتوا درجات في الدراسات، لان الدراسات مضمون. فلازم كده ان انتم تعوضوا في الدراسات بالذات، تبقوا عارفين من الوقت ان انتم تذاكروا الدراسات ومع 20 درجه. فلازم ايه ان انتوا تعملوا يعني ايه خلال الترم كده ان انتوا تبقوا مركزين على الدراسات بالذات. فخليكم كده مركزين برضو مع الدراسات ومع المواد اللي هي سهله شويه زي العلوم والدراسات، عشان لو نقصتوا مثلا حاجه في النحو درجه درجتين، او نقصتوا مثلا في الجرامر والحاجات دي، او الحاجات اللي انتوا عندكم فيها مشكله صعبه، نحاول بقى نحل ايه الحاجات اللي هي ايه سهله او تتضمن، عشان نبقى كده ضامنين ان احنا نجيب مجموع عالي او نطلع من الاوائل زي ما انا قلت لكم. بعد كده هنتكلم بقى عن اهم الحاجات اللي احنا المفروض نعملها او اهم المدرسين اللي احنا المفروض نتابعهم من على اليوتيوب. وطبعا انا برشح مدرسين دايما، فالنهارده لازم ارشح لكم اهم المدرسين اللي دايما بينزلوا شروحات على اليوتيوب، عشان لو انتوا مثلا عندكم درس مش فاهمينه تبداوا على طول تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا الشروحات دي وتبداوا. اول ماده معانا وهي العربي. طبعا العربي عندنا قناتين اساسيتين، اول حاجه قناه الخطه التعليميه. الخطه التعليميه مستمره معاكم لحد الثانوي كمان، وبتنزل شرح لكل المواد بتاعه الاعدادي والثانوي. نيجي بقى لتاني قناه وهي قناه مستر عمر ياقوت. القناه عليها برده شرح كبير جدا وكل المناهج بتاعه الاعدادي سواء ثالثه او ثانيه او اولى، والقناه دي عليها شرح جميل جدا ومبسط للعربي وللنحو. تاني ماده معانا وهي الانجليزي. طبعا عندنا قناه مستر عمرو رجب وقناه انجليش ويز ياسمينه. القناتين دول كافيين جدا ان انت تفهم من عليهم كل حاجه في الانجليزي، وبينزلوا شرح كبير جدا او شرح كتير جدا ان انت تسمعه. بعد كده معانا الرياضه، معانا قناتين في الرياضه، وهي اول قناه هي قناه مقهى الرياضيات، وتاني قناه هي قناه مستر احمد سرور.
بعد كده معانا الدراسات، والدراسات عندنا قناه واحده بس وهي قناه مستر عطا زكي شحاته. وزي ما قلت لكم معانا الخطه التعليميه ثابته لكل المواد سواء في اعدادي او ثانوي. قناه مستر عطا زكي شحاته كافيه جدا انها تفهمكم الدراسات وهتلم لكم الدنيا، فما تتابعوش اي حاجه تانية وركزوا بس على الحاجات المهمه. واخر ماده وهي العلوم. العلوم طبعا معانا قناه مستر احمد مكرم او دكتور احمد مكرم. القناه دي جميله جدا برده، عليها عدد كبير جدا من الشرح وبينزل دايما باستمرار وبينزل كمان مراجعات نهائيه. وبس كده وبكده نكون خلصنا الترشيحات وكمان خلصنا النصايح او الحاجات اللي انت هتعملها في المواد وهتخليك ان انت تقفل المواد دي. وباذن الله تكونوا كده عارفين ان انتوا هتذاكروا المواد ازاي وهتقفلوا المواد ازاي في ثالثه اعدادي. وبجد اتمنى ان انتوا كل حاجه تقف معاكم، يعني تكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله ارد عليكم بفيديو. ولو عندكم اي مشاكل في المواد اكتبوا لي برده في الكومنتات وانا ارشح لكم حاجات تعملوها. ثالثه اعدادي سنه مش صعبه، وان انت تطلع من الاوائل مش حاجه صعبه، وباذن الله تحققوا كل احلامكم. ولو انتوا بتذاكروا باستمرار ومش بتراكموا حاجه عليكم باذن الله تحققوا اللي انتوا عايزينه. الاوائل مش حاجه صعبه، وياما ناس كتير جدا ما كانتش بتذاكر قبل كده او يعني كانت بتطنش، وبعدين لما ذاكروا وشدوا على نفسهم شويه والتزموا بداوا انهم يجيبوا مجاميع عاليه وطلعوا من الاوائل وحققوا احلامهم. فانت كمان ابدا من دلوقتي وذاكروا يا جماعه، يعني ان انت تطلع من الاول دي حاجه مش صعبه جدا، المهم ان انت تلتزم وتعمل كل حاجه عليك. ولو عندك مواد صعبه تبدا تحل المشاكل اللي عندك فيها، وتبدا على طول ان انت تذاكر المواد دي وتعمل لها وقت اكبر وتعمل لها طرق ان انت تذاكر بيها او تغير طريقه مذاكرتك للماده دي، وتبدا على طول ان انت تذاكر باكتر من طريقه. وتبدا برده ان انت تعمل فيديوهات او تشوف الفيديوهات اللي هي بتيجي للمواد دي من على القناه اللي انا رشحتها، وتبدا على طول تذاكر بعدها وتعمل تلخيصات لنفسك. الحاجه دي مش صعبه يا جماعه، المهم ان انتوا تبداوا ان انتوا تذاكروا او ان انتوا تعملوا المجهود اللي عليكم. حتى لو انت ما خدتش النتيجه اللي انت عاوزها على الاقل هيفرق في مستواك، وبعد كده لما تخش الثانوي هيبقى عندك قابليه ان انت تذاكر وتعرف تذاكر ازاي وتعرف تتعامل مع المواد. وطبعا هتعرف تقعد على الكتاب ساعات اكتر، وده هيفيدك كتير جدا في حياتك بعد كده حتى لما تبقى في الجامعه. فعايزاكم بعد كده ما تستهتروش باي مجهود انتوا بتعملوه، وتذاكروا وتعملوا اللي عليكم من اللحظه اللي انتوا هتشوفوا فيها الفيديو ده. وبعد تفاؤلوا عندكم هدف دايما ان انتوا تدعوا ربنا انه يحقق لكم كل الحاجات اللي انتوا عاوزينها وكل الحاجات اللي انتوا بتتمنوها، وان انتوا كمان تشتغلوا وتدعوا ربنا فربنا يحقق لكم الحاجات دي في المستقبل باذن الله، ويفرق جدا جدا في حياتكم بعد كده. فمش عايزاكم تكونوا عندكم يأس وكده. ياما كان ناس، يعني انا اتكلمكم عن نفسي مستواي ما كانش قد كده، وبعدين لما انا بدات اذاكر في كل المواد وكل الحاجات اللي انا شايفاها صعبه، ربنا بقى ده ان انا طالما ببذل مجهود وربنا شافني ببذل مجهود، ربنا ييسر لي حاجات كتير جدا في حياتي. وبدات ان انا احس ان انا خلاص الحياه بقت اسهل واجمل، وان انا بدات ان انا ابذل مجهود واعرف ان انا اذاكر ازاي. فمش عايزاكم انتوا كمان تيأسوا، عايزاكم تجيبوا خطط وتجيبوا حاجات وتعملوا خطط لنفسكم، وتسمعوا الفيديوهات اللي انا قلت لكم عليها دي، وتسمعوا القنوات وتشوفوا اي حاجه انتوا مش فاهمينها، وتشوفوا القنوات وتشوفوا طرق المذاكره اللي انا بقولها على القناه. وهتلاقوا فيديوهات كتير جدا لثالثه اعدادي على القناه، هتلاقوا قائمه تشغيل كامله. اتفرجوا عليا يا جماعه وقولوا لي الحاجات اللي ناقصاكم، وقولوا لي اي حاجه انتوا عايزاها مني في الكومنتات وانا هرد باذن الله عليكم بفيديو. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تقولوا رايكم وتكتبوا لي كومنتات جميله، بجد انا حابه اتعرف عليكم وحابه كمان ان انا اشوف كومنتاتكم الجميله لان بقرا كل الكومنتات وبرد عليها. وبجد هستناكم في اول الكومنتات تحت، عايزه اشوف اول الناس اللي بتعلق. وما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شيروا الفيديو ده مع اصدقائكم لان حاليا القناه يا دوبك بس لسه ما وصلتش 5000، فعايزين نوصل لاكتر من 5000، فيا ريت توصلونا لاكتر من 5000. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.